سلام أحبتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بأتم الصحة والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما وعدتكم البنات، تقسيم الميزانية على حسب المصروف الأسبوعي اللي راني معتمدته حاليا عندها تقريبا شهرين. راني نتمشى بهذا السيستم. الشهر الأول ترددت شوية باش نحطه لكم، استعملته الشهر الثاني، يعني شهرين بانتظام بدون خلوطة جلوطة يعني شهرين متتاليين والحمد لله. ودرك راني في الشهر الثالث وما شاء الله مرتاحة تماما، وقدرت ندير شوية توفير رغم أنه الأزمات يجو كل ماشي أزمات، أحيانا نسميوها أزمات وأحيانا طوارئ، وأحيانا أشياء اللي الغالب تجيك ما تستنيهاش، أحيانا حتى أشياء تاع فرح، أشياء جميلة بصح تتمني تفرحي بهذاك الفرح كيما يلزم الحال، دونك يليق شويه دراهم. الاخت اللي قالت لي الخطره اللي فاتت انا ما نقدرش نتبع النظام تاعك تاع الاظرفه ولا طريقه تقسيمك بلا ما نشوف دراهم، هكا ما نقدرش، يليق نشوف هذوك دراهم. بسم الله، يعني جبت المصروف الشهري، درك انا تقريبا في منتصف الشهر، انا نص دراهم هذوما راهم تصافوا ديجا بصح انا جبت المبلغ كامل لانه النصف الثاني راه دراهم اللي نعالج بها، على بالكم لا ميتويال اللي قنتي تسبقي دراهم من بعد يردوهم لك، يرمبورسيوهم لك، تعاود تمديهم لطرف واحد اخر وهكذا. دونك عندي ميزانيه مع الوقت وليت مداردها للعلاج. هذه هي خواتاتي، جبت ميزانيه تاع 400 اورو بالنسبه للاسره تتكون من 3 إلى 4 اشخاص. انا نقول لكم في الوقت اللي رانا فيه 100 اورو في الشهر للشخص الواحد، راكو 5 ديري 500، راكو 6 ديري 600، راكو 3 ديري 300. انا نشوف بلي الطريقه هذه رائعه، بصح الا راكو غير زوج ديري اكثر شويه من 200، ديري واحد 250، لانه بعض المواد الاساسيه مثلا صابون اللي تغسلي به الاواني ولا آلة الغسيل، ولا كاين بعض الاشياء اللي مم يزيد فرد ولا زوج ما كاش راح تشري كميات اكبر، تقريبا نفس الكميه هي اللي تدور. بالنسبه للبنات الاخريات التي لا تتعامل بالاورو، اكيد عندي بزاف فيديوهات مجموعه بلاي ليست فيها تقسيم الميزانيه اللي قصت لكم شهريات كثيره، شهور وانا نقسم الشهريات للاخوات، وهذا شرف ليا اللي ثقتوا فيا والحمد لله. كاين بزاف ميزانيات تما، وعندي درك قريب عامين ما راحش للجزائر، دونك الاسعار لا اعرفها باش ما نكذبش، ما نقدرش ندخل في معمعه ونغلط الناس. الحاجه اللي راني سير منها نقول لك عليها، الحاجه اللي ما رانيش سير ما نغرش. اختي تكوني نتيا تعرفيها اكثر مني، بصح الطريقه نفسها يا اختي تبعيها وباذن الله بنفس الطريقه راح تنجحي. فقط المبالغ والعمله من بلد الى اخر، عندك 2 ملايين، عندك 1.5 مليون، عندك 3، عندك 4، وقسمي. قبل ما نبداو انا التقسيم تاعي نديرو على 8 خانات، يعني 8 تاع الاظرفه. تجيبي برك ورقه اظرفه عاديه وخلاص وحطي فيها، لانه الاظرفه وكي نسميوها ضروريه ماشي حط كلشي بلاصه واحده دراهم يطيروا بالخف البنات وما تفوقلهمش. ديروا اظرفه هذوك تاع كارط بريات وخلاص، تاع قماش تاع كتان، ديري تقاشر، ديري واش راكي حابه، بصح في كل واحد اكتبي الاسم والمبلغ الذي يوضع فيه في كل شهر. جربي الشهر الاول ساعدك اللهم بارك، شفتي باللي بعض الاظرفه قليل فيها زيديها من اظرفه واحده اخرى، ولا نقصي شويه من هذا الظرف ديري في الاخر، وهكذا. ماشي عيب، ماشي حرام، ماشي حتى حاجه انك ما تريسبكتيش بيناتهم. العيب انه كي يكمل كل شويه يكمل شهر وتخرجي بديون وانت راكي مقسمه، ما هذا؟ اين الخلل؟ دونك اول حاجه نديرها هي البنات بالنسبه للاسره عاديه، على بالنا الحاجه اللي تستهلك الميزانيه الاكبر هي ميزانيه اللحوم والاسماك والدجاج وهاد الصوالح، البروتينات الحيوانيه. ندير لها مبلغ تاع 50 اورو دائما، لانه هناك زوج خدام وخاصو ياكل ويعطيك ميزانيه ويليق على الاقل شو، بلا ما نهضر عليا على الاطفال على هذاك على الجيران، هذاك الانسان اللي راهو خدام كي يجيب لك هذاك الامانه هذاك المال، الا جاب لك حاجه قليله على بالو واش راهو يسنع فيه، الا جاب لك حاجه معتبره على بالو واش راهو يسنع، بصح على الاقل يليق شويه. دونك انا درت ميزانيه تاع 400 اورو، 50 اورو دائما نضعها للحم والاسماك. هاد الشهر شريتها بها لحم العيد،
كلينا شويه وقعد شويه. انا كنت مريضه ما مسيتوش من با، دونك كلينا شويه وقعد شويه. بنتي كانت تقرا، راجلي كان خدام. غير في هذاك العشاء كلينا شويه اللي كتب ربي، وغدوه من موراها بعد صاي ولينا لو الروتين العادي واللي قاعد منه راه قاعد لي للشهر. نفس الشيء الشهر الجاي ان شاء الله قبل ما نشري نطلع على هذاك واش قاعد، اسكو مازال كاين، ما كانش نروح نشري، كاين نخلي حتى نفوت هذاك شويه باش نعاود نشري. ماشي شرط نكمل هاد 50 اورو. هاد 50 اورو تقدر تجيب لك شحال من حاجه. المهم ما ندخلوش في التفصيل اليوم، ماشي وقته. الخبز، وهاد كلمه طوارئ لانه ما لقيتش الكلمه اللي نحطها. الخبز شتو تخصك سيدي زلاميط، كمل الزلاميط ولا البريكه اللي نشعلوا بها النار من هذا الظرف، درت فيها 20 اورو فقط. قولي لي الخبز 20 اورو الا كليتي غير خبزه واحده في النهار اي في 20 يوم كمل، وباقي شهر كيفاش راح نفوت؟ من بعد نقول لك كيفاش راح تفوتيه. انا هاد 20 اورو نديرها في بورتموني تاعي ونخرج بها، دائما تكون معايا ولا مورا لابوشه تاع التليفون. نسحق خبز، نسحق حاجه هكا ضروريه، حاجه تاع دقيقه الاخرى ولا اللي نشريها بها. ندير بيت الخزين اللي هو 30 اورو اللي هو لي بروموسيون. هاد الشهر البنات ما قدرتش نصرف 30، صرفت 35. منين جبت الخمسه؟ جبتها من هذا تاع خبز وطوارئ. صرفت 35. جبت هذاك البرودوي اللي نغسلوا به الاواني في الاله، لي طابليت تاع لي طابليت تاع لافيسيل. هادوكا جبتهم قيس من 4 حتى ل5 اشهر. وجبت زوج تاع معطر آلة الغسيل. يعني جبت كوميم الله يبارك. هذاك تاع الملابس يشد لي، معطر الملابس يشد لي واحد 3 اشهر، وهذاك تاع الاواني يشد لي ما بين 5 إلى 6 اشهر. حطيتهم ديريكت في بيت الخزين. دراهمهم كملوا بصح وقتها شريتهم في البدايه تاع شهر. شفت باللي كاين تخفيض في انترمارشي، مشيت شريتهم وحطيت الفيديو. نورمالمون في قناتي الثانيه بيتي بيجي دائما حاضر المشتريات، دونك حطيته. دراهم بيت الخزين طالو. كاين اوقات وين ما نستعملهمش، ما كاين لا تخفيض ما خصني والو في بيت الخزين، هادوما نرفدهم نديرهم في جيبي بصحتي. كاين اسبوع من اسبوع، من بعد يقع الدراهم تاع الاسبوع. انا نقسم الميزانيه تاعي على 5 اسابيع. 5 اسابيع ندير فيها نفس المبلغ. غالبا الشهر فيه 4 اسابيع، قليل وين نطيحوا في الاسبوع الخامس ولا في شهر ماي. المهم ندير 4 اسابيع عادي. اما الاسبوع الخامس، هذا الاسبوع الخامس يكون للادخار والتوفير. الاسبوع الخامس دائما ادخار توفير. حبيتي كل شهر تنحي قيس اسبوع الخامس ديروهم على جنب، ديروهم في حصاله. هذاك الشهر تمشي ديريكتومون تشري هذيك الحاجه اللي راكي حابتها. ما عندكش مثلا باتور في الكوزينه تمشي تشريه بهم، مثلا راكي مديره 200,000 ولا 250,000 تمشي تشريهم مباشره. هذاك الباتور اللي باش ديري به الكاطو، خاصتك مقله، خاصتك حاجه كما تقدري تخبيهم تشري بهم ذهب. بصح الذهب يليق لك وقت يليق المداومه، شهر على شهر على شهر تخبي فيهم باش تلقايهم، تقدري تقسميهم من بعد. ما عندك شهريه كبيره، ما عندكش مدخول كبير، هذا تاع الاسبوع الخامس هو اللي راح ديريه كتوفير عام. جات العيد منو اللي نديرو، جا رمضان منو، جا الدخول المدرسي خاصتنا امور منو، جاو مضياف منو. اما هذوك التفات في صغار كيما قلت لكم كبيره مقله فنجان حاجه صغيره، منين نديرها من المصروف الاسبوعي. في الاسبوع راني دايره 60 اورو نفس الشيء. دونك 4 اسابيع. الاسبوع الاول 60 اورو تاعي نجم نجيب معاها كيما زوجة العامل اليومي نفس الشيء يتصرف بالاسبوع. دونك الاسبوع الاول نجيب معاها السكر، نجيب القهوه، نجيب شويه 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 من هذوك الاشياء اللي راهي اساسيه. ونأكد دائما ونقول بلي انا عندي بيت الخزين والحمد لله، وبيت الخزين درته غير بشويه 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 هكذا البنات. من بعد نزيد نشرح لكم اكثر. دونك كي نمشي نقضي في الاسبوع الاول راح نجيب لومو تاع الماشينه. اكيد انا درك راني نقضي بهاد 60 اورو في ليدل وراه يقعد لي الصرف والحمد لله. الخطره اللي فاتت اخر قضيه نتاعي من ليدل ب 58 اورو، ما وصلتش 60. شريت اومو تاع ماشينه قيس شهر ونص، شريت اومو تاع معان قيس شهر ونص، وشريت كذلك اللهم ثبتنا على الشهاده، شريت 3 عفيس. شريت بابي تواليت حاشاكم 24 اورو، الله اعلم شحال راح يشد سا ديبون. دونك شريت 3 اشياء من مصروف الاسبوع، ومعاه جبت الخضره، جبت الفاكهه، في المهم حوايج الدساء.
جبت الخضار، جبت المعجنات، جبت صلصه الطماطم، قرع زيت، البيض، وجبت الدجاج. يعني جبت واش طيبت اسبوع. ما طيبتش واو كل نهار نحمر دجاجه، غير باش نكونوا متفاهمين. وتقدروا تشوفوا في قناتي الثانيه بيتي بيجي بالنسبه للبنات اللي يهمهم هذا الشيء. الاخرين بلا ما نكسر لكم لسانكم هاكو كل يوم طيبوا غداكم وعشاكم. اما الناس اللي يهمهم لو باتش كنكون اللي يحبوا يعرفوا كي نقضي قضيه تاع اسبوع كامل واش يقدر يخرج لي، لانه العين تحقر. جيبي دجاجه وحده تقول ايه طير في نهار كنت تقدري ديري بها حتى 3 4 وصفات، فهمتوني؟ دونك تجيبوا حاجه تبان لك ديري بها حاجه لو كنت تقدري ديري بها 3 4 حوايج. دونك نتيا الا حابه تتعلمي هذه الطريقه كما يقولوا نعرضك جو تانفيت تشوفي قناتي الثانيه بيتي بيجي تشوفي واش قضيت، غير شوفي غير الصوره، ما يهمكش تدخلي ولا ما تفهميش فرونسي ولا شوفي غير الصوره الاولى تشوفي القضيان محطوط، والغدوه من موراها تشوفي كامل واش طيبت بهذاك القضيان. عندي تقريبا شهر ونص وانا نحط هاد الصوالح فيديو مورا خوه، واحد تقضين اسبوعي وواحد واش طيبت به، وتلقاي فيه الكاطو والمسكوت والقهوه صباح وقهوه عشيه، تلقاي الياغورت ولا الفواكه للتحليه، وتلقاي الاكلات والسلطات، وتلقاي احيانا الخبز، تلقاي احيانا سندويتشات بيتزا. دونك على حسب كل اسبوع كيفاه. كل الاسبوع الاول نشري منه هاد الصوالح. الاسبوع الاول شريت تكم لومو تاع ماشينه كوم كان قعد لي ما شريتوش في الاسبوع الاول، شريتو في الاسبوع الثاني. في اي اسبوع راكي حابه انت تبداي من الزيرو. الاسبوع الاول كي تشري الاساسي تاعك خضر فواكه شويه دجاج اللي كتب ربي، خاصك حليب خاصتك هذه تشري اللي خاصك لذلك الاسبوع للمرميطه تاعك ولا القدره تاعك لطيابك الكبير تاع غدا وعشاء وباش ديري مثلا الكاطو موسكوت شويتو. واش يقعد لك هذوك دراهم اللي يقعد لك، شوفي وشنو هما الصوالح الاخرين اللي راهم خاصينك في الدار. تفوتي الاسبوع الثاني نفس الشيء. الاسبوع الثاني ما لقيتيش حاجه زياده خاصتك دراهمها خبيهم كيما تقدروا يكونوا خاصينك، ما عليش اسيدي نزيدوهم. بصح الاسبوع الثالث والرابع ما نستعملش كامل المصروف الاسبوعي، نحاول نحدد ما بين 40 45 اسيدي ماكسيموم، وتقعد لك 15 على 15. انا خطره قعدت لي 16 شريت بهم دجاجه راهي خطره على خطره راهي تبيض لي حبه بيض، بصح الحمد لله راهي دجاجه تكون عندي القشور وصوالح نعطي لها ما يخسروش، ومن طون ساعه تمد لي حبه بيض. فهمتوا؟ انا هذا استثمار درتو في الدجاجه مسكينه، هذه احسن صرف ردوه لي بالمصروف الاسبوعي شريت به دجاجه. اما الايام الاخرى ساعات نجيب حاجه زياده للدار، ساعات نديهم اروح بهم للمارشي اخر الاسبوع مثلا، نجيب شويه عنب شويه دلاع باسكو طمعنا، نجيبهم كازوز، نجيب واش راني حابه واحد ما يسالني. مادام انا متبعه 60 اورو تاعي تاع الاسبوع نجيب الاساسي والضروري ونمشي الاسبوع تاعي، وهذوك الدراهم اللي يقعدوا لي بعد واحد ما يسالني ندخلهم في حصاله ناكلهم كاوكاو واحد ما دخلوا. المهم انا احترمت ما نرفدش اكثر من هذاك الاسبوع، كاش تاع ندخل عمر وما نكذبش عليك في البدايه فوت نورمالمون 6 اسابيع 6 اسابيع يا البنات وانا نقضي بالاله الحاسبه، ندخل نبدا نحسب. واخر مره مشيت نقضي ما شعلتش معايا الاله الحاسبه تاع التليفون، وجدت من قبل واش قائمه المشتريات ابخي، ودرت في الدار الحساب واش شحال تخرج لي. اشتراحي وصلت 68 اورو، ولا كاننيش حابه نجيب 68، حبيت نشغل ب 45 باش يقعد لي شويه صرف. دونك واش درت؟ غيرت في بلاصه هذاك الدجاج مثلا ندير الحوت، غيرت بعض الاشياء، غيرت في الوصفات، ودرت واش يخرج عليا، لانه هذيك داري واحد ما يسالني يا اخي هكذا. مالا انتي تاني هذيك دارك واحد ما يسالك، حبيتي تقلبيها فريط اومليت، حبيتي ساعه ولي تروحي تجيبي الدجاج وطيبيه السخانه هذه، تروحي تجيبي سردين الله ديريه نهار معقول، نهار دولما، نهار ديريه كروكيت، نهار تشوي هذاك السردين مع الخضار مع سلطه، نهار ديري غير لا بيوري تجيبي رطل مركز. شكون يسالك؟ هذيك دارك وما تبعي راي حتى واحد، تبعي رايك انتي. انا نعطيكم غير الطريقه اللي قسمت بها ونوري لكم كي نعمر هذه الاظرفه باش تبان لكم اكثر. بالنسبه للحوم والاسماك كنت درت فيها مبلغ تاع 50 اورو. هاي اختي اللي حبيتي تشوفي دراهم هاهم لك، ان شاء الله ربي يرزقكم كامل من واسع فضله وكرمه. حاجه واحده اخرى، كي درت هذه الاظرفه كتبت المبلغ باش نعود مخي اني ما نحطش اكثر ولا اقل. هذا مبلغ تاع هذا الظرف ما كانش هضره من بعد. بيت الخزين ضروري، بيت الخزين درنا له 30 اورو. هاوليك
ديريكت ما نخمم ما نكسر راسي. 30 اورو يجي التخفيض، نشوف وشنو هي الحاجه اللي تساعدني. مثلا درك وقت البرقوق نتوما في داركم تاكلوا البرقوق هو رخيص، تاكلوا المربى تاع البرقوق بزاف، ولا داك يحبوا المشمش لابغيكو راه وقته بدا بصح مازالو غالي شويه. كي يقرب يرخص في الشهر الجاي ان شاء الله نروح لهنا نرفد هاد الدراهم نمشي نشري السكر ونشري المشمش ونصنع مربى تاع عام وراني هانيه. ماشي توفير هذا؟ ماشي كل خطره تجي للحانوت تجيبي المربى هكذا خواتاتي. هنا عندي 20 اورو تاع خبز وهاد الصوالح نقدر نديرهم في البورتموني تاعي، كيما نقدر ندي فقط 10 معايا و10 نخبيها في الدار باش يدي ما تغرنيش نمشي نشريها طباصه في المارشي. اصلا المارشي ما بقيتش نروح له، شحال كنت نموت على المارشي البنات، صح انا حبست المارشي ما بقيتش نروح له للاسف. بصح معليش انا قاعده في داري واحد ما يسالني، عندي طباصه تاع عام الفلاني ناكل فيهم، عندي فهمتوا. شوفي نتيا واش يخرج عليك، ما تشوفيش جو شوفوا طباصه قدامي شوفوا امور، شوفي نتيا واش يخرج عليك. نبداو درك الاسبوع الاول ستيل ان شاء الله برك يقدني الصرف. هذوك المتنمرون اللي يتنمروا على العربيه تاعي اختي، انا غير قبيليه درك قعدت نخمم نقول انا نقول لهم يقدني ولا يكفيني ولا كيفاش نقول لهم هذه الكلمه. وبالقبليه نقولوا اي قد، دونك جاتني كلمه يقدني قريبه للقبيليه، وكاين اللي يقول بلي هذه الكلمه مغربيه وانا عليه انا خلقت نهضر بالقبيليه الله غالب، وباش نهضر بالفرنسي لا انا في قناه باللغه العربيه وهذا شرف ليا راني نتعلم معكم، ما تدوش عليا بزاف راني نتعلم باذن الله نولي نطير لغه عربيه من لا نكبر معكم ان شاء الله. وصلنا الاسبوع الرابع ما شاء الله حتى الصرف قدم بيان. وصلنا الاسبوع الرابع، دائما هاد الارقام اللي تكتبوهم باسكو تبداي تنسيهم نقصي منا ديري منا، وهاد الاظريفه يتخباو في الدار. هاد الاسبوع الخامس وسبحان الله بكري كان هنا مكتوب الاحمر كان ظرف الادخار، الاسبوع الخامس ما نمسوش ما ندورش كاع به. هدايا باذن الله مشروعي، نحكي لكم على مشروعي المقبل بحول الله تاع الاسبوع الخامس، وشويه اللي قعد لي من هاد الاسابيع كل مره راح نليم شويه شويه، وحبيت نغير شويه في المطبخ تاعي لانه ما عنديش بزاف لي زاليمون، حالته حاله وصغير وانا كنطيب بزاف شويه مجينيه، والدار قديمه الحيط لحطيتها شوفوا سخانه البنات، دونك الحيط يتفتت. اني نخمم نعاود شويه امور في المطبخ تاعي بدون تكاليف، غير حاجه على قدر المستطاع، ان شاء الله ربي يوفقني ويوفق كل وحده. بصح كيفاش انا وصلت اليوم؟ ايوا وصلت باش ندير حاجه في المطبخ. قولي لي انتيا كيفاش؟ هاد الورقه نخبيها باش مخي ما يتلفش، ما يجيش يغرني الشيطان الله يخزاو يلعنو الشهر الجاي وقال لا ماشي هكاك، ديري غير 4 أسابيع انتي تاني تحرمي في روحك، حيني اليوم وقتلني غدوه، وتبدا تلك الفلسفه وما تخليني ندير حتى توفير. دونك انا باش وصلت اليوم بعد قرابه عامين في هذا الدار، عامين، عندي 3 سنين في مارسي، وبالنسبه للناس اللي ما يعرفونيش بكري كنت في ضواحي باريس، وعندي تقريبا عامين في هذا الدار. جيت اليوم نقول لك حبيت ندير كش حوايج في المطبخ، الوغ كنت عايشه بنفس المطبخ مده 2 سنين. انا وين كنت مرا ماشي متوله، كنت مرا ما عنديش الحطه، كنت كيفاش كانوا يسموني الناس ما كانش يهمني كيفاش كانوا يسميوني الناس. انا داك الوقت طوفيري كنت نخمم ندير شويه ذهب، كنت نخمم شي خاتم ماشي غورمات. من نهار جيت لمارسيا هاد الخاتم مثلا الصغير شريته في مارسي، شريته ذهب مستعمل. هاد لاغورمات شريتها في مارسي، سلسله صغيره تاع رقبتي شريتها في مارسي، شريت خطره سلسله مليحه شويه والحمد لله شريتها في مارسي. ناكشي انا وبنتي شريناهم في مارسي. يعني في هاد 3 سنين اللي عشت هنا وفي هاد الدار الله يبارك لي راني عايشه فيها عامين، ابار هاد لاغورمات اللي شريتها العام الاول في الدار الاولى الحمد لله كامل درتهم بدراهم الطوفير في الدار اللي راني عايشه فيها. ودرك الحمد لله ديجا هو زاد طلع بزاف، ماشي في مقدوري حاليا، حتى المستعمل راه طالع بزاف. وقلت مادام اني درت شويه امور الحمد لله، درت شويه ذهب دو كوتي الحمد لله، ربي يعطينا القناعه من عنده، دونك سي بون. درك نشوف حاجه واحده اخرى،
الحاجه وتاني كاين توفير المال. حصلت احب نفسي ما تنساوهاش. كاين اللي تخمم بلي دير مصروف شهر شهرين 3 شهور كل وحده كيفاه. درت شويه اللي كتب ربي لا يمتو في 3 سنين وانا ندير في حصلت احب نفسي. حصلت احب نفسي ليس لامن على اي واحد، فقط نتوما ما تعرفونيش، ما تعرفوا وجهي، ما تعرفوا عليا حتى حاجه، تعرفوا عليا غير واش نحكي لكم. دونك لا اثم، بالعكس انا اعتبر انها نصيحه في سبيل الله. حصلت احب نفسي تاع العام الاول صدقتها في سبيل الله. حصله واحده اخرى حليتها، رحت شفت والديا، عاود درتها ولم ايأس، عاود درتها، فرجت بها على مؤمن، الله يفرج على كل مؤمن ان شاء الله، خصوصا الدار اللي فيها الايتام والارامل، الله يفتحها على كل واحد. لم تكوني يعني زيرتي روحك ودرتي وكامل وجاء ظرف الناس خصوصا الايتام، صدقيني ما كان حتى حاجه في الدنيا تغلى على ربي سبحانه. ما كانش راكي صدقتيها على نفسك، على اولادك، على دارك، على راجلك، على صحتك، ما يعجز اللسان عن التعبير. واخر مره درت فيها حصلت احب نفسي لا يمتها بيا، كل واحد واش قال لي ندير بها. رحت جبت بها سنسله حبيله شابه مليحه الله يبارك، صح مستعمله بصح كانت خشينه، ماشي كيما اللي عندها رقيقه بتقريبا نفس المبلغ، بصح كي تشريها جديده، بصح كي شريتها مستعمله شريتها اخشن شويه والحمد لله فرحت بها قلبي. خبيتها صايي والحمد لله، عندها بعض الاشهر الى الوراء والحمد لله على نعمتك. من بعد قلت ستوب، دركا نولي شويه لداري شويه، ومن مورا نصقم شويه كوزينتي، لانه انا بحاجه انه نصقم هاد الاشياء لنفسي لراحتي ولا لاحد. جوني الناس، جو والديا، جات عجوزتي، جوني بزاف، جات صاحبتي، جو لداري عادي، افتخر بالحاله اللي راني فيها وما يهمني راي حتى واحد. فهمتي اختي؟ ما يهمني راي حتى واحد. ضربت في هذا الدار عامين اللي حققت فيهم اهداف واحده اخرى اللي قلت لكم كنت حابه نمشي شويه ذهب بيتو، ودركا مور ما كملت هاد الصوالح حبيت نغير شويه في المطبخ تاعي بامكانيات بسيطه. دونك ازيرو، والله العظيم غير ازيرو راح نبدا من هاد الشهر نوفر شويه دراهم. اكيد كي راح نطلع للدار دراهم تاع نصف الشهر هذوما تاع البدايه كان راح نحيهم نحطيهم في الظرف تاع الصحه، باسكو ماشي دراهم تاع 100 ريال، يعني غلطوا رومبورساو لي جزء منهم وجزء راح يعني نافونسيهم للطبيب يرومبورسيو لك وتعرفوا هذيك الخلطه تاع 100 ريال. دونك ماشي دراهمي. اما النصف الثاني راح نحاول نسير به، نستعمل فقط الاسبوع الثالث والرابع لانه قريب هنا في نصف الشهر. اما الاسبوع الخامس نخبيه توفير، وفي الاسبوع الثالث والرابع مانيش راح نشري بزاف عفايس، نشري تاع طيابك شو تاع سيمانه، ولا قعد لي شويه صرف نعاود نديرو على جنب. مور ما نكمل المطبخ تاعي باذن الله تمن نعاود نولي لتوفير المال. توفير المال باش نوفروا كمال كنقد، فهمتوني؟ مانيش راح نوفر المال باش نشري به حاجه ولا باش نديروا للزمان عقوبه على شكل دراهم، باسكو حتى هذه ضروريه. نقول لكم دائما على شكل ذهب، على شكل دراهم، وعلى شكل سلع، لانه حاليا الحمد لله وعلاش راني قادره اني نوفر شويه من ميزانيتي، لانه على طول العام كنت ندير في بيت الخزين. دونك نقول لك بلي ثلث بيت الخزين اللي وريته لكم اخر مره راني استهلكته، والحمد لله اللي كليتو واللي مديتو الله يجعلها صدقه جاريه وعمره ما غاضني، بالعكس قد ما تعطي قد ما ربي سبحانه يزيد يمدك، كوني على يقين. دونك عندي بيت الخزين سي بوغ سا راني مرتاحه. نقول لك 60 اورو في الاسبوع راني اليز. عندها 3 قبل رمضان شريت الحليب ومازال عندي 6 ولا 7 علب تاع حليب. حنا ما نشربوش الحليب، هذا مجرد مثال. كان عندي السكر قاعد لي دركا قيس يا ربي شهر، بصح مادام في المصروف الاسبوعي مره في الاسبوعين راني نجيب باكي تاع سكر بيان، هذاك تاع بيت خزين راه قاعد عندي في بيت خزين. قهوه قيس ما نشرب، ما يشرب الزوج عام، حنا نروح نشري قهوه وانا عندي قهوه في الدار. بصح كي طاحت هذاك البرودوي اللي نغسلوا به المواعن طاح بروموسيون وكان خاصني، حتى لو كان ما كانش بروموسيون كنت راح نشري، كان كمل لي كان خاصني، مشيت عمرت البيت الخزين. معطل الملابس كذلك طحت فيه ناقص شويه، جبته ودرته البيت الخزين. غدوه ما نمشيش نشريه وهو غالي،
راهو قاعد عندي نقص دراهمه من بنفس السعر، اني نقص في دراهمه. القهوه بنفس السعر لا تتغير غالبا. دونك انا واش ندير؟ هاد القهوه اللي عندي الشهر الجاي ما نشريش، اللي موراه ما نشريش حتى لجونفي ان شاء الله، ديسمبر ولا جونفي باش نشري القهوه على حسب الحساب اللي درتو كي شريت. دونك انايا في هاد الفتره كامله راح نقتصد دراهم القهوه على بها تكفيني هاد الميزانيه، لانه كل خطره نمي في بيت خزيني. قلت لكم جبت مثلا نجيب 3 باكيات تاع قهوه هاد الشهر، نحطهم تكوتي وانا نستعمل باكي واحد في الشهر. اسكو الشهر المقبل راح نشري؟ لا. اللي من موراه لا، والاخر لا. دونك مده 3 اشهر وانا لايم دراهم القهوه. هذوك دراهم القهوه اصلا انا ما عنديش بزاف دراهم، ماشي حنا نرفدهم ونخبيهم. هذوك دراهم القهوه نمشي بهم نشري بهم السميد، نشري بهم الزيت، وهكذا. قائمه المشتريات تتغير من شهر الى اخر، من اسبوع الى اخر. وصدقوني عن تجربه، تبعوا المصروف الاسبوعي باذن الله راح تنجحوا. ولا شايفين روحتكم بلي راكو خايفين، اقعدوا بالسيستم تاعكم بصح كل شهر اقتصدوا مبلغ صغير في بدايه شهر، روحوا شريوه البيت الخزين وشروه مواد اساسيه، ما تشوش نيمبورط كوا كوسميتيك ومواد التنظيف. بالخل والماء نقدروا نقوا لو جافيل ولا مو بزاف علينا. دونك انتي تبداي بالاشياء الضروريه، تبداي مثلا بالزيت، فرينه، السميد، العدس، الحمص. كيما هادوما البقوليات راهم طايحين شويه في السعر. علاه ما تمشيش تشري وتستوك درك للشتا؟ انا عندي درك اللي شريتهم الاشهر هادوما اللي فاتوا. العام الجاي ان شاء الله ما نشري لوبيا، ما نشري عدس صراحه. شريت ما فيه الكفايه باذن الله يكفيني طول العام الجاي. انا البنات هذه هي طريقتي. مثلا لو ديودورون والفوط الصحيه حاشاكم كنت شريتهم في الشتاء بكميه اكبر. دونك شهر جوان انا في النص، بالك نكمل بهم حتى شهر جوي، بالك حتى شهر اوت باش نمشي نشري ديودورون. شكون هذه اللي تفوت ماي جوان جويي؟ هاد السخانه يا سخانه ما تشيش ديودورون، ما تشيش فوط صحيه حاشاكم. الجلد والشامبو هادو ما كنت كل مره نمي، بصح وقتها نروح لهاد الصوالح باش نشريهم بعد ما نكون شريت مواد اساسيه تاع الاكل هي الاولى، بعد تاع مواد تنظيف البيت بدون مبالغه. باسكو اللي تلقاي عندها الصانيبون معطل الارضيات وما نعرف 50 بدون، هذيك خرافه. تقدر يكون عندك بدون واحد زياده، قرعه واحده زياده، لانه اشياء نقدر نستغنى عليها. نقدر نسيق فقط باللومول وجافيل داري وتريح شابه. فهمتوني؟ وكنتي الا تعاودي تبرمجي هذاك العقل تاعك، تعاودي تخمي مليح مليح، تسقسي روحك. برك بالك تولي للور. قلت لك عندي قناه تاع مشتريات ما كنتش راضي، دائما نحط لكم مشتريات فيها بتي بيجي، نحط الرابط اللي يهمو الامر، وروحي ولا للور وشوفي كيفاش كنت نقضي، كيفاش كنت عايشه. برك كي تولي اليوم شوفي غير العام اللي فات، من العام اللي فات لليوم تلقاي باللي عندي مناقش. بنتي بدلت، كبرت الله يبارك، 11 سنه بدلت لها مناقشها. كي بدلت العام بدلت لها مناقشها لانه صغار عليها. درت لها سنس العقيقه، درت لي انا تاني، درت خاتم، درت قغمات، ودرت في حصاله احب نفسي. وهذيك الحصاله الكبيره اللي درتها معاكم عندها اكثر من عامين، هذيك تاع 100 خانه، حتى هي كانت لايم فيها مبلغ معين. واكيد الاشياء اللي تجيني كهديه، باسكو ما قدرتش نشريها غير بتوفيري. والدي تاني كانوا يعطوني في العيد وشويه من مصروفي الشخصي كذلك. واش درت؟ جبتهم ودرتهم. نعطيكم مثال واحد اخر. انا كنت نقتصد، كاين اللي يقول مش حاحه، كل واحد يقول واش يحب. انا كنت نقتصد في داري، نجي نطيب العدس ندير الكاس عليه، ندير 2 كيسان ونقيسو في زبل حاشاكم. درت نظام الروح، نطيب المسكوتشو والكاطو والاخر نطيب له الاسبوع ونديرو في المجمد. انا نخرجو يندك الجديد، جامي راجلي شكا، جامي بنتي قالت لي ما ناكلش، عادي نخرجو يتحط وكانه طايب هذاك اليوم. ندير غريبيه، ندير لي صابلي، ندير هاد الصوالح، بصح ما نديرش اشياء مكلفه. ندير صابلي سنيوه، ندير اشياء بسيطه نديرهم ونحطهم في العلب ونخرجهم بشويه بشويه. ما نروحش لاباتيسري نروح نجيب لي كرواسون، لي بون شوكولا، الخبز. احيانا ندير مطلوع، احيانا ندير مسمن، احيانا ندير اشياء ونقيس في كونجيلاتور. وتقولي لي ما عنديش بلاصه في كونجيلاتور، تلقاي الكونجيلاتور ما يقدرش يتقفل تلمو معمر الله يبارك ومدكن. تخرجي كلش، تغسلي هذاك لاكلاص اولتها، تخرجي تشوفي حاجه بلك جامي كاع مع بالكش بلي راهي تما في 50 خرجيها. حاجه قديمه خرجيها كوليها. ديري اسبوع بدون مصروف ولا 3 ايام بدون مصروف، طيبي واش عندك في الدار. انتي اللي تحاولي على ما قد ما تقدري تنقصي المصروف
باش دراهم يقعدوا هنا. هذا ماشي آلة سحرية ويخبي دراهم، هذا فقط مجرد قناعة ونظام انت تمشي بها فقط. الا ما اقتنعتيش اشري 100 كلاسور. ونقول لكم كاين بزاف نساء في الجزائر والمغرب وفرنسا، بزاف نساء شراو هاد الصوالح وهاد لي كلاسور هادو من المنظمات ويبيعوهم لكم باضعاف مضاعفه، والمراه مسكينه تروح تجري تشري تحسب بلي هذاك هو اللي راح يدير لك تنظيم. والو خرط. ديروهم قلت لكم في بريات تاع كاغا، تحكمي ورقه تك تك لصقي والصنعي. انا صنعت لكم خطره في واحد لا فيديو صنع منزلي، ما تكلفي روحك ما والو. انا شفتو باش نخدم بها هذه الخدمه راني نسترزق منها انتو البنات. وثاني هنا في فرنسا بعض البنات شفتوا هذه الكارت اللي هذه ورقه قطعتها كتبت فيها الاسبوع الثاني والثالث. صنعوا وحده بالالوان بالورود بالقلوب بالخروط، كل خطره يبدلوا في الالوان والناس تشري وتخسر في دراهمها. هي راهي دايره مشروع بالناس والناس راهم يدخلوا لها دراهم بلا ما يفيقوا بلا ما يعباو. دونك خواتاتي خمي مليح مليح وعرفي وين تحطي دورك. ماشي تجي تقول لك ايا المارشي تروحي معاهم، ما نروح مع حتى واحد، نروح وحدي. حتى كي نمشي نقضي نمشي انا ومخي وندير القائمه تاعي ونحترمها ونتحداك تروحي لقناتي الاخرى وتطلي على القضيه غير تاع هذا الاسبوع. شوفي واش قضيت الاسبوع وشوفي قدامه واش طيبت. الا شفتي بلي راح تجوعي بهذاك طياب ردي عليا الخبر في التعليق وقولي لي لا لا يا اختي هذاك طياب اللي طيبتي راح يكفينا يومين ثلاثين بعد نقعدوا للجوع صراحه. ونصو حطيته في الكونجيلاتور. حاجه واحده ما تنساوهاش البنات، تعيب تشريو تعيب طيبو تعيب تقتصدو تعيب ديرو. ما كاينش حاجه تفرح القلب وتدخل الرزق للدار قد الصدقه اللي خرجتيها فينا ربي كما يقولوا. الصدقه ثم الصدقه. ما تنساوهاش خواتاتي اللي يكون باشياء بسيطه. ما عندكش دراهم بشويه برك اشياء بسيطه احيانا تمدي غير مرصو تاع كسره تاع خبز كاس حليب سخون. الولد الجاني يلعبوا قدام الدار، مرا كبيره تفكرها نهار الجمعه ولا راجل كبير بطبسيط عام. صدقوني وما نمشيش نجيب الفلانه وفلانه باش نتباهى. نمشي عند اللي ما عندوش اللي ماهوش لاحق. الاخر قال عليا مش حاحه ولا ما عرضنيش ولا ما يهمنيش فيك. انا اللي يهمني هذاك اللي ما عندوش نعاونو ونفرج عليه ونفرح قلبه في هذاك النهار. وصدقوني كيفاش يقولوا انا احس اعوذ بالله من كلمه انا احس ان كاينه واحد الحاجه تجيب لي البركه للدار وفرحانه بها بزاف. اني في هذه البلاد لسنوات ورحلت 7 مرات من دار لدار وفي كل بلاصه كنت نسكن فيها يبعث لي الله سبحانه وتعالى مرة كبيرة ما عندها حتى واحد، تكون قريبة ليا وتكون مريضة بالسرطان عافانا الله وإياكم. شحال من وحدة فاتوا عليا واخر وحده راهي جارتي غير انا ودير هذاك الكيماوي كل اسبوعين. دونك وليت ديبلومي في هاد تشوف فيهم ساكن العوارض وكيفاش يطيح شعرهم وكيفاش يتقيوا بعد لا شيميو حاشاكم وش يصرى فيهم. الله يحسن عوانهم ساكن، الله يشفي كل مريض ان شاء الله. ونحس باللي ربي سبحانه يبعثهم ليا مم انا مريضه ومانيش قادره مهما كانت ظروفي. نحس بالله سبحانه وتعالى يحط هادوك الناس قدامي باش يكتب لي حسنات باش يكتب لي اجر ويعطيني فرصه اني نصدق من الاكل اللي نطيبه. وقد ما نمد قد ما سبحان الله يزيد يكثر. نحط طبسي صغير ناكله ونشبع ويفيض الخير. سبحان الله البركه. انا على يقين انه لو كان ديروا هاد العاده في دياركم ما بقيتيش تقولي ما يكفينيش. والله العظيم واحد يطلب برا ما قلتلكش عطيه دراهم ويمشي يسكرهم، هذاك الاكل اللي طيبي فيه. عبالي بلي يعني طولت عليكم. لا يغسلوا الماعن والقاش والتسيق يكونوا كملوا ونشفوا وانا مازال ما سكت. سمحوا لي خواتاتي سمحوا لي توحشتكم بزاف ونحب نفيدكم على قد ما نقدر. تعرفوا اختكم اللي في قلبي على لساني. انا نقول لكم يومكم سعيد، امسيتكم سعيده، ليلتكم سعيده، واحلام هنيئه ان شاء الله. نحبكم بزاف. سمحوا لي لا شطنتكم عليا. يومكم سعيد. سلام.